سؤالي على موضوع الخلافة، لما الخلافة التي وردت في الحديث وسقتها على المنبر وكبره الناس بعدها، كده كويس؟ الناس طبعا ما كبروا على أكمل سؤالي، ما أنا أقول شغالين تكبير طول الخطبة يعني. طيب الحديث الذي ورد في الخطبة أيوة. عن الخلافة، هل ينطبق على الخلافة التي أعلنتها الدولة الإسلامية، ما يصطلح عليها في الإعلام بتنظيم داعش في سوريا بخلافة البغدادي؟ هل هذه تنطبق على هذه؟ هل هذه فعلا خلافة شرعية؟ طبعا هم أعلنوا ذلك من قبل 4 أيام. نعم. تقريبا مع دخول رمضان. أنا ما تسنى لي أن أستمع إلى أي خطاب لهم. هم طيب طلعوا عدة خطابات في اليوتيوب وغيره، لم أستمع إلى أي شيء منها، لكني قرأت. عندي في الواتساب عدد من المجموعات فيها مشايخ ومفكرين، قرأت ما ذكروه فيها، فلا ينطبق عليهم أبدا هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان ما ذكر من تقارير حولهم وبعض الإخوة من طلبة العلم الذين يعرفون حالهم كان هو صحيح، فهم بلا شك أنهم على باطل وعلى خطأ عليه، وينبغي لهم أن يستعينوا يعني علماء اللي لهم تجربة، ولا يكتفي بعضهم ببعض يعني من صغار السن معهم منهم طلبة علم. ينبغي أن يرجعوا إلى من هم خارج الساحة، يعني يفكرون خارج الصندوق، ينظرون في الحال أكثر. يعني منهجهم الآن ليس على حق، ليس على منهج جهادي حق الموجود. والله أنا لم أستمع، إذا قلتم فاعدلوا، أنا لم أستمع إلى ما نشروه في اليوتيوب. لكن التقارير التي قرأتها، خليني أقول لك، هو طلع العدناني وأزالوا الحدود بين سوريا والعراق، وأعلنوا أنه الآن هذه خلافة إسلامية، وأنه أبو بكر البغدادي هو خليفة المسلمين. هذا هو الإعلان، ما في يعني ترى تعقيد. لا، يبدو أن كان له مقاطع بعضها يصل إلى نصف ساعة، لكن أنا لم أستمع إليه. يعني بهذا الاعتبار أنت ايش تقول؟ بهذا الاعتبار لا أرى الفعل صواب أبدا. لا أرى الفعل صوابا أبدا، وأنا سمعت كثير. ومن يذهب من الشباب هل هو إلى مجتهد ولا على خطر؟ لا والله، من يذهب من الشباب هو على خطأ، سواء ذهب الآن بعد هذا الإعلان أو ذهب قبله. يعني وأنا كنت كتبت في تويتر، كتبت عدة تغريدات أن شبابنا لا ينبغي أن ينجروا خلف أي شعارات براقة تستخدم بعض الألفاظ الإسلامية لأجل جذبهم إليها، بل ينبغي لهم الانضباط بالضوابط الشرعية وسؤال العلماء والمشايخ. يعني السعوديين اللي موجودين في منتمين إلى الدولة الإسلامية الآن موجودين هناك، تدعوهم للعودة؟ أنا أنصحهم جميعا بالعودة، نعم. وكان بعضهم أيضا قد راسلني، يعني راسلني على جوالي العام، يجد في الانترنت وفي غيرها أرقامي يعني موجودة، وكنت أنصحهم حقيقة بالعودة، ونسقت لبعضهم أيضا طريقة ذلك. أنا لا أنصحهم بالبقاء، كما أني لم أنصحهم بالذهاب أصلا. لأنه فيه خليني بس أشوفها إذا هي أنا جايبها ولا ما جبتها. قلت: همسة لإخواني الذين أعتبرهم خيرا مني مجاهدي الشام، لا تنشروا صور قتلكم الشبيحة أو التعامل الحاد مع المقبوض عليهم، فقد يوحي برسالة تفهم خطأ. مين هم المجاهدي الشام اللي تقصدهم؟ التغريدة متى تاريخها؟ ما أدري والله. التغريدة كانت قبل أكثر من سنة ونصف إلى سنتين. قديمة. هي قديمة، قبل أصلا لا يحصل لا داعش ولا خلافة ولا شيء. هذه ليست جديدة. كانوا قد أمسكوا ببعض من اغتصبوا الفتيات اللي كانوا يجيبونهم في الكذا، ويغتصبها عدة أشخاص ويقتلونها ويرمونها في الزبالة وكذا. طيب. فجابوه ونحروه أمام الناس، أمام الكاميرا. فهذا يوحي إلى غير المسلمين، هم لا يعرفون إيش القصة، لا يفهمون عربي ولا يدرون إيش القصة، يوحي إليهم أن المسلمين يفعلون ذلك. فكنت أقول: إذا أنتم مصرون أن تقيموا عليهم مثلا حد القتل بناء على اغتصابه لعدد الفتيات وقتلها، فلا تنشروا ذلك حتى لا تعطوا صورة عن الإسلام سنة. يعني أنت تقول إنه قطع الروس عادي بس لا تنشرونه؟ إقامة الحد الشرعي. قطع الروس احنا لا، قطع الرأس عاد. إقامة الحد الشرعي سواء بالسيف أو إقامة الحد الشرعي بالرصاص، هذا موضوع آخر. لكن من استحق القتل، يعني إنسان، لا ما أتكلم عن القتل، أتكلم عن هذا الشكل الذي اللي هو في الإعلام الغربي بالسكين. هو اللي يتداول. لا والله، أنا ضد هذا. أنا ضد هذا. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي فعله عليه الصلاة والسلام القتل بالسيف. فالأصل القتل في السيف، هذا هو الأصل. جرى بعضهم غيره. أما ما يفعل اليوم من السكاكين وغيره، لا والله، أنا ضد هذا تماما. والذي كتبته أيضا كان قديما، وكان يتكلم عن أحوال معينة كما ذكرت لك، بعض من اغتصبوا الفتيات طيب.